اهلا بكم متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب. هنتكلم النهاردة عن السمسم البلدي والسمسم الشندويلي والسمسم ديل الجمل. زي ما انت شايف ده طبعا سمسم، يعني شوف عشان تبقى فاهم، اي سمسم يا جماعة طالع معاك عود لوحديه تمام وفي اظرف كتير ومش عامل فروع، ده يا اما ديل الجمل يا اما شندويلي، تمام عشان تبقى عارف. طيب هنشوف مميزات السمسم البلدي ومميزات السمسم الشندويل وديل الجمل، وهنشوف الفرق ما بينهم. زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله الانتاج حاجة كويسة جدا جدا. ما تنساش طبعا انك تشارك الفيديو، تفاعل مع الفيديوهات، تعمل لايك بحيث ان يصلك كل جديد. طيب اللي انت شايفه قدامك اللي عامل فروع ده تمام، السمسم البلدي عموما بيعمل فروع زي كده، يجي من تحت كده في الجذر تمام، بدل ما يطلع زهر بيبتدي ان هو يطلع فروع وبيدي انتاج كويس، مفيش اي مشكلة تمام. ولكن يعني انتاجه طبعا بتلاقي حوالي متر تحت او عفوا نص متر او يزيد، بتلاقيه طبعا كله فاضي، وبعدين بيبتدي يدي الانتاج بتاعه زي ما انت شايف فوق بالشكل اللي انت شايفه ده اللي هو السمسم البلدي. السمسم الشندويل او ديل الجمل بيبتدي طبعا من الجذر لحد فوق، ما بيعملش طبعا فروع، بيبتدي ان هو يدي معاك اظرف ويبقى انتاجه عالي شويه. اي نعم في سمسم ديل الجمل وفي سمسم شندويل تمام بيعمل فروع، ولكن مش كتير، مش كتير خالص يعني. ولكن السمسم البلدي كله عموما بيبتدي انه يعمل فروع. بالنسبه للنوار اللي انت شايفه قدامك ده، الناس اللي بتقول عليه بيقع، ده شيء طبيعي، ده عمليه العقد، لازم النوار دي تقع ويطلع بعدها الظرف تمام زي ما انت شايف اهو. طيب يبقى في مشكلة امتى؟ يبقى في مشكلة طبعا لما تلاقي النوارة يعني كلها من فوق الورقة كده وقعت، دي يبقى في مشكلة. انما لو النوارة بس اللي واقعة في الارض ده شيء طبيعي. يعني انت بتلاقي الارض في السمسم كلها طبعا في الارض كده تلاقيها كلها النوار واقع، ده مفيش اي مشكلة فيه تمام، فما تقلقش طبعا من حاجة زي كده. طيب مميزات السمسم البلدي طبعا كله بيدي انتاج ما شاء الله كويس، مفيش اي مشكله. والسمسم البلدي على فكره طبعا بيوزن يعني وزن الحبايه تقيل عن وزن الحبايه الشندويل او ديل الجمل تمام. حتى يعني لو انتاجه قليل شويه فبيوزن مفيش اي مشكله. كله يعني رزق ربنا وكله خير من عند ربنا والحمد لله رب العالمين تمام. ادي كده عرفنا مميزات السمسم البلدي ومميزات السمسم الشندويل وكيف نفرق ما بينهم. وعرفنا طبعا حكايه النوار اللي الناس بتسأل عنه، بتقول النوار بيسقط يجيب حاجه للتزهير معرفش ايه الكلام ده كله، لا طبعا ده السمسم زي ما انت شايف قدامك. فاطمن طبعا. الري بتاع السمسم كل 15 يوم بعد مدة الفطم، يعني هو بياخد مدة الفطم بتاعته من 35 يوم لحد 45 يوم تمام. في ناس بتدي رية محاياة بعد التخدير وفي ناس ما بتديش. بالنسبة للسماد ادي نطرات كيماوي، نطرات. في نهاية الفيديو بشكركم على دعمكم لينا، والسلام عليكم.